صباح الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا يا جماعه نعمل كبده الفراخ واكنها كبده الجزار. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، والصوص بقى مش قادره اقولك بيتغمس كده بالعيش اكتر من الكبده كمان. اول حاجه يا بنات، انا معايا نص كيلو من الكبده. كبده الفراخ العاديه جدا جدا. غسلتها كويس جدا وقطعتها لحتت، يعني ما تكونش صغيره قوي ما تكونش تخينه قوي. تمام كده. معايا بصلايه اكبر بصلايه كده اهوت عندك، هقطعها في الطاسه، معاها قرن فلفل حامي ومعاها فصين من الثوم بيدوها ريحه بقى مش قادره اقولك كده. تمام. معلقه سمنه، وهرفع كل الكلام الحلو ده على النار. اسيب البصلايه بتاعتي لغايه لما تتشوح معايا على الاخر. انا مش عايزاه تاخد لون بني، لا انا عايزاها بس يعني ايه، تتشوح كده، تبدا ان هي اول ما تصفر كده معايا هبدا ان انا انزل الكبده بتاعتي على طول. والتوابل مفيش اجمل من شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وشويه من السبع بهارات. خلاص البصلايه بتاعتي اتشوحت، هقوم حاطه الكبده كده اهوت وبالراحه على الهادي كده، ما تقلبيش جامد عشان خاطر ايه، يعني ما تتهريش معاكي. تمام كده. اول ما احط التوابل بتاعتها هسيبها كده اغطيها لمده دقيقه